ومنورين يا شباب. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نغير باسورد الواي فاي راوتر اورنج الجديد الفي دي اس ال فائق السرعات. تمام، هنقدر نغير الباسورد، هنقدر نغير اسم الشبكه، هنقدر نعمل اخفاء للشبكه. وتابع الفيديو للنهايه ان شاء الله هتبدا تعمل كل حاجه دي بسهوله، مش هتحتاج لموظف خدمه عملاء اورنج، تمام، او موظف خدمه عملاء وي او فودافون او اتصالات. تمام، لو نفس موديل الراوتر اللي هو H188A. تمام، اول حاجه هنفتح متصفح وهنبدا نكتب 192.168.1.1 وهقول انتر. هيبدا يفتح معايا الصفحه كده. طبعا موديل الراوتر، لو انت عندك موديل الراوتر H188A سواء اورنج فودافون اتصالات وي، فهو الشرح ده هيكون ليك. تمام، اول حاجه تمسك ظهر الراوتر. تمام، هتمسك الراوتر تقلبه على الظهر كده، هتلاقي في ظهر الراوتر يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتبدا تكتبهم هنا. انا هكتب اليوزر نيم والباسورد ونرجع تاني مع بعض. بعد كده هقول لوج ان. ممتاز يا شباب. بعد كده هنبدأ نختار حاجة اسمها لوكال نتورك. هنبدأ نضغط على لوكال نتورك. بعد كده نجيب دبليو لان. بعد ما جبنا الدبليو لان، تمام، هنبدأ نختار حاجة اسمها اس دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن. هنضغط عليها بالشكل ده. ممتاز جدا يا شباب. شوف بقى حضرتك انت مسيف اي شبكه، يعني انت مشغل مفعل شبكه اس اس اي دي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8. انا بالنسبه لي مفعل شبكه اس اس اي دي 2. هضغط عليها كده. تمام، بعد كده هبدا هنا ده جايب لي اسم الشبكه. تمام، انا ممكن ابدا اخليها مثلا هنا اسم الشبكه علي، انا ممكن اخليها احمد مثلا، احمد. تمام، وهنا ده كده يبقى انا غيرت اسم الشبكه من علي الى اسم احمد. بعد كده اس اس اي دي هايد دي خاصه باخفاء الشبكه، لو متفعل عليها خيار الاوف كده يبقى الشبكه بتاعتك ظاهره لاي حد. طب انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، هضغط على اون. تمام، بعد اون يبقى انا كده اس اس اي دي هايد. تمام، كده انا عملت اخفاء الشبكه طالما حددت على اون. تمام، بعد كده ببدا اختار اخر حمايه. بعد كده ببدا مثلا اعمل الباسورد مثلا بتاعي ايا كان. تمام، بعد كده بعمل شو باسورد. هنا بشوف الباسورد اللي انا كتبته ايه عشان ابدا اتاكد منه. بعد ما بعمل باسورد ببدا اضغط على ابلاي. تمام كده، ابلاي كده سيف لي الشبكه. تمام، هنقولها برضو بسرعه كده مراجعه بسيطه. اس اس اي دي نيم دي خاصه بتغيير اسم شبكه الواي فاي. اس اس اي دي هايت دي خاصه لو عملت لها على اون كده، فعلت اون يبقى انت كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. هنا طبعا بتختار اخر اختيار، بيبدا يعمل معاك حمايه. تمام، هنا طبعا بتبدا تكتب الباسورد اللي انت عايزه. تمام، هنا بيعمل شو باسورد، هنا بيخفي الباسورد، هنا بيعمل شو باسورد عشان تعرف انت كتبت ايه وما تكونش متلخبط. بعد كده ببدا اضغط على ابلاي. تمام، زي ما انتم شايفين كده يا شباب، يعني الطريقه سهله وبسيطه. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.